اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. لسه معاكم بنبدا مع بعض حلقتنا في شارع الكلام اللي بنخصصها للحديث حول اضراب المعلمين ومشاكل الحركه التعليميه في الفتره القادمه، وكيف سيتم تلافي هذه الاعتراضات من قبل المعلمين على تدني اجورهم وعلى اشياء مختلفه طالبوا بها خلال المظاهرات اللي قاموا بها في الفتره الاخيره. و في بيانات صدرت من هنا وهناك، في شعارات تم ترديدها في هذه المظاهرات، في أكثر من جهة بتتبنى هذا الإضراب. نقابة المعلمين المستقلة، معلمين بلا نقابة، وغيرها من الروابط والحركات المشتركة بين المعلمين من محافظات مصر المختلفة. عددهم وصل حوالي 250 حركة تقريبا، و أصدروا بيان بيتكلموا فيه عن الإضراب، ويعني العنوان بتاعه عارف ليه الإضراب، أو عارف ليه إضراب. لما تشتغل بال20 سنة وأكتر مرتبك ما حصلش نص مرتب عامل في الكهرباء، يبقى لازم إضراب. لما تشتغل وتنبح في صوتك ويجي واحد يتنطط عليك ويقولوا لك توجيه ويهين ويزعق لك ويهينك ويزعق لك قدام تلاميذك ويضيع هيبتك وكرامتك، يبقى لازم إضراب. لما ينخصم منك نقابة وصندوق زمالة وما تستفدش بمليم أثناء خدمتك منهم، وكمان معاشك بملاليم، يبقى لازم إضراب. وغيرها من البنود اللي وردت في هذا البيان، وكثير من الشعارات التي تم ترديدها في المظاهرات: علي وعلي الصوت، صاحب الحق مش بيموت، المعلم يريد إسقاط الوزير، شد حيلك يا معلم، دافع دافع واوعى تسلم، وغيرها. بصراحة معايا ورقتين كاملين مليانين شعارات من اللي كانت بتردد في المظاهرات. خلونا نرحب بضيوفنا في الاستوديو. في البدايه معانا النهارده استاذ جمال العربي، رئيس الاداره المركزيه للتعليم الثانوي. اهلا بحضرتك يا استاذ جمال. اهلا بيك يا فندم. رحب ايضا بالاستاذ حاتم سالم، الصحفي باليوم السابع والمتخصص في شؤون التعليم. اهلا بحضرتك يا استاذ حاتم. منورنا النهارده، وموضوع سخن جدا يا استاذ جمال. خلينا نسال السؤال البديهي في البدايه، وهو: هل بالفعل سيبدأ الموسم الدراسي أو العام الدراسي الجديد يوم 17 سبتمبر ولا لا؟ والله أنا في رأيي إنه هيبدأ إن شاء الله. إن شاء الله. ورغم تضامني مع السادة المعلمين، ورغم قناعتي التامة بأحقية ما يطالبون به، إلا أني متأكد إن هم مش هيقدروا يقفوا ضد مصلحة البلد في يوم من الأيام، وإنهم برضو جزء من هذا الوطن. أعتقد إن من شعر بالظلم يوما لا يمكن أن يظلم غيره. فهم سينخرطون في العمل من اليوم الأول إن شاء الله. وعلى الأقل كمية كبيرة من المعلمين سينخرطون في العمل من اليوم الأول، وسيبذلون الجهد ليثبتوا للناس بأجمع أنه عندما تنادي مصر لن يتخلف أحد. دكتور رضا، يعني الأستاذ جمال حضرتك بتكرر تقريبا نفس الكلام اللي ذكره الدكتور رضا السعيد رئيس قطاع التعليم العام في الوزارة، وإن كنت جملت الكلمة شوية خليتها بقت بلد مش الدولة زي ما الدكتور رضا قال. خليني أذكر لحضرتك سريعا ومعنا السادة المشاهدين هو قال إيه في تصريح. بيقول إنه الوزارة لن تطلب من الحكومة تأجيل العام الدراسي، وإنهم لن يساعدوا المعلمين في تحقيق أهدافهم، وهو هدفهم اللي هو بقى من وجهة نظره تعطيل الدراسة للضغط على الدولة. هناك خلط واضح جدا في المفاهيم بين الحكومة والدولة، أو الحكومة والبلد حتى اللي حضرتك ذكرتها. المسألة مش مسألة يعني إيه دخل مصر في مسألة والدولة والبلد والكيان وكذا، في مسألة ظلم واقع على طبقة من وجهة نظرهم وبيحاولوا إن هم يتخلصوا منه. هو أنا بقول لحضرتك من البداية أن أنا على قناعة تامة بأن المعلم له الحق في أن يطالب بأن يحسن من أوضاعه المالية، وأن يطالب بمزيد من تحسين أوضاعه الاجتماعية. ده من حق المعلم، أنا لا أنكر لأني معلم في البداية. وبعدين اللي أنا بس عايز أقوله أنه لم يستجد جديد ظلم جديد على المعلم. هو هذا الحال هو ما نحن عليه منذ أكثر من 50 سنة، لم يطرأ جديد علينا. فإذا كانت ظروف البلد الآن، يعني هو ده المدخل اللي احنا بنتكلم فيه، إذا كانت ظروف البلد الآن لا تستطيع أن تفي بكل مطالب المعلم، فماذا نستطيع أن نفعل؟ احنا الوزارة بشكل عام تطالب للمعلم بكل ما يمكن أن نطالب به، حتى أنه في الفترة الأخيرة عندما صدر قرار مجلس الوزراء أو المجلس العسكري برفع الحد الأدنى للحوافز إلى 200%، ويمكن ده اللي عمل المشكلة، أو دي القشة اللي قسمت زهرة بعير.
اعتبر ما يحصل عليه المعلم اللي هو بدل المعلم وبدل الاعتماد، ودي للاسف فكره خاطئه. اعتبر ان هذه حوافز، واعتبر ال 200 يوم اللي بياخدهم المعلم مقابل العمل اعتبرت ايضا انها هذه حوافز. والوزاره رفضت هذا الاعتبار وتقدمت بمذكره الى مجلس الوزراء تؤكد ان هذه المبالغ ليست حوافز ولا يمكن ان تحسب في داخل الحوافز. ولما اصرت وزاره الماليه على اعتبارها حوافز باعتبارها خارج المرتب، فهنا تدخلت الوزاره بمشروع اضافت له بعض المميزات للمعلمين، اللي باعتبار ان هذه حوافز اصبحت بتزيد عن ال 200%. اصبح المعلم اقل معلم بياخد 160 اللي هو كان مساعد المعلم، لكن المعلم الكبير كان بياخد 300 وشويه. 160% يعني 160% من الحوافز. فهنا اصبحت في مشكله. الوزاره راحت عملت مشروع بحيث ان كل الناس تستفيد على الاقل ببعض هذه الزيادات، وحطت 25% للوظائف من اول معلم كبير لحد معلم اول. اما المعلم فقط فخد 50%، والمعلم المساعد فخد 75%. هذا المشروع عملته الوزاره، واصرت الوزاره على تنفيذه، واصر الدكتور احمد جمال على تنفيذه، وفعلا حصل من المجلس الوزراء على المبلغ اللي يحقق هذا. نرجع بقى نقول طيب، لما نسمع ارقام، الحقيقه الارقام ضخمه والناس بتسمع المعلم خد 230%، المعلم خد 310%. احسب على اساس راتب المعلم اللي هو 200 جنيه او 300 جنيه او حتى 400 جنيه، فتخيل ان المعلم الذي ياخذ 200% او 300% زي ما هم بيحسبوا، يبقى اصبح النهارده 300% على 400 جنيه حتى بقى 1200 جنيه. راتب معلم 1200 جنيه. هم هنا المعلم بينظر لقرينه في البنك، بينظر لقرينه في البترول، بينظر لقرينه في الكهرباء زي ما حضرتك قلت، فعلا بيجد نفسه هم قالوا يعني اقل حد من هنا لابد اننا جميعا نسلم بان المعلم حق في مطالبه، ومحدش يقدر ينكر ده، لانه يحتاج العيشه كريمه. ده مش معقول. يعني جميل جدا من حضرتك مسؤول في الوزاره انك يعني تقر المعلمين في مطالبتهم ب الزياده الماديه يعني. انما اللي انا مش فاهمه قوي ليه بقى المعلمين يعني شايفين انه الوزاره خصم لهم مش معاهم بالظبط. هي دي نقطه الخلاف. خليني اسال استاذ حاتم لانه كان شاهد عيان ومتابع جيد لما يحدث. طب بس اوضح حته الاول قبل ما نسال استاذ حاتم، ان انا عايز اقول المعلم لماذا يتصور ان الوزاره خصم والوزاره تطالب له بهذا الحق دون ان يصدر حتى القانون؟ يعني عندما علمت الوزاره ان ال 200% سترفع كحد ادنى، حد اقصى او حد ادنى للحوافز، وان المعلم لن يستفيد، حاولت الوزاره بطبيعتها انها تقدم هذا المشروع. فالوزاره ليس بيدها تقرير النواحي الماليه، ولكنها تطالب وتطالب منذ اللحظه الاولى. والوزاره ليست خصما للمعلمين، بل بالعكس هي تتبنى قضايا المعلمين، وده اللي هوضحه لما تخلص سؤالك. بس ده مش حاصل يا استاذ حاتم. يعني من الواضح انه في من المظاهرات، من الدعوه للاضراب، من الدعوه لاقاله الوزير حتى وكذا، كل ده بيقول انه المعلمين يرون في وزاره التربيه والتعليم خصما لهم في هذه القضيه. ده انت لمسته وانت موجود وبتتابع المساله؟ بالتاكيد. هو المعلمين في النهايه ما لهمش علاقه ايه اللي بيحصل في مجلس الوزراء او ايه اللي بيحصل في الغرف المغلقه ما بين مستشار وزير التعليم ومستشار وزير الماليه. هم في النهايه ليهم علاقه بالنتيجه النهائيه لكل اللي بيحصل. هم كانوا المعلمين كانوا ما زالوا غاضبين من مساله ان الحوافز تتراوح من 25% 75%. هم عايزينها تزيد، او على الاقل يتم استبعاد مكافاه الامتحانات وبدل الكادر من قيمه الحوافز، بحيث ان هي تبقى ازيد من كده. في النهايه الموظف سواء معلم او غيره هو ملوش علاقه، رئيسه يعني هو اوريدي خلاص اتحسبت مكافاه الامتحانات اللي هي 200 يوم، اللي هو اتحسبت الكادر ضمن الحوافز اوريدي خلاص يعني كده. وصدر مرسوم بقانون من المجلس العسكري رقم 51 سنه 2011 بخصوص حوافز العاملين بالدوله ومنهم المعلمين، ولم يتطرق المرسوم الى مساله استبعاد المكافاه والكادر من الحوافز. فبالتالي اصبح امر واقع ان المكافاه والمكافاه داخل الحوافز داخل الحوافز. معلومات الشخصيه بتقول ان وزاره التربيه والتعليم شغاله دلوقتي على فكره ان هي تشوف مخرج للمساله، وتحاول تزود المعلمين باي شكل من الاشكال، اما مثلا بزياده قيمه الحوافز اللي هو حافز الاداء عن 75%، او ان هي تبحث عن مخرج قانوني بالتنسيق مع المجلس العسكري والحكومه عشان تبعد المكافآت. طيب ما احنا معانا تليفون يا استاذ حاتم ونرجع نكمل الكلام مع حضرتك. معانا استاذ سعيد نجيب. اهلا بيك يا استاذ سعيد. الو
مساء الخير. استاذ سعيد مساء النور، اتفضل. اولا برحب بحضرتك وبرحب يا ريت بس الصوت يعلى شويه. برحب بحضرتك وبرحب بضيوفك وبرحب بالاستاذ جمال العربي. اهلا بيك يا استاذ سعيد، اتفضل. اهلا بحضرتك. انا بس والله ليا رجاء عند الساده المعلمين. يعني احنا اولا قم للمعلم ووفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا، ومفيش خلاف، صحيح؟ يعني عايز اقول للمعلمين احنا بعد الثوره محتاجين تكاتف، محتاجين تعاون، محتاجين ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، نتخلص من الاضرابات في المرحله دي. انا عايز اقول لحضرتك ان الاحتياطي الاستراتيجي في مصر اللي كان 36 مليار اصبح 25 مليار. احنا بنسحب من الاحتياطي الاستراتيجي عشان نغطي احتياجاتنا. احنا عندنا مشكله في مصر، لازم نتعاون لدفع عجله الانتاج للامام، مش نقف للخلف. طب ايه يعني حضرتك يا استاذ سعيد، انا ما اعرفش حضرتك وظيفه حضرتك ايه؟ انا اعلامي ومخرج تلفزيوني، لكن مصري. طيب انا مصري. طيب خليني اهلا طبعا بحضرتك مره ثانيه. خليني يا استاذ سعيد يعني خلينا نحط نفسنا مكان المدرسين. يعني انت شايف ان هو لو انت مكانه مش هت يعني تقوم بالاضراب او تدعو ليه؟ لا، مش هدعو بيه لسبب. احنا برضو كاعلاميين احنا اتوعدنا بان احنا هنتحسن اوضاعنا، خلاص سكتنا. لكن انا عايز اقول دلوقتي ان دي مرحله انتقاليه البلد صديقي العزيز. احنا في مرحله انتقاليه البلد بتتطلب مننا نتعاون. المعلمين تم تحسينهم 4 أو 5 مرات بعد الثوره. المعلمين تم تثبيت اعداد طائله منهم خلال الفتره اللي فاتت. انا مش ضد المعلمين دي زوجتي واخويا وابن خالتي واخوك المعلمين دول اهلنا. لكن النهارده احنا لازم يبقى عندنا هدف قومي نتفق عليه. الهدف القومي ان احنا لازم نوقف المظاهرات الفئويه عشان نرجع ندور عجله الانتاج. انا مش ضد المعلمين. بشكرك جدا يا استاذ سعيد، رؤيتك وصلت طبعا بالتاكيد. بشكرك على هذه المداخله. كلام طبعا يعني مهم يا استاذ حاتم، انما برضو على الطرف الاخر هنسمع اصوات بتقول انه لو انت مكاني مش هتقبل بده. انا فاتح بيت وعندي متطلبات وعندي كذا. انا مش بشكك في يعني الرؤيه في رؤيه الاستاذ سعيد ابدا، انما بحاول اطرح الرؤيه المقابله يعني. ايه رايك في الكلام؟ هو الحقيقه ده حصل ما بين المعلمين وبين صفوف المعلمين. في بعض المعلمين بيعتقدوا ان الاضراب مساله غير مقبوله بالنسبه لهم، نظرا لحساسيه الوظيفه، نظرا لاختلاف الوظيفه عن بعض الوظائف الاخرى، لانها بتؤثر على الاسر وعلى الطلبه. في بعض المعلمين في جانب اخر بيرى ان الاضراب حق مشروع تكفله الدساتير، بيرى ان المعلم صبر كتير واستحمل فترات طويله، وان اصبح من حقه ان هو ياخد حقه. في فعلا الجانب ده وفي فعلا الجانب ده بين المعلمين. بس هل الوقت مواتي لهذه المطالبات؟ هو الحقيقه هو المعلمين يعني ده للاستاذ سعيد. انا عايز اوضح نقطه وللمتابعين للقضيه بشكل عام بيقولوا يعني. هو انا عايز اوضح نقطه ان الاضراب لو تم هيبقى اول وتاني يوم دراسه، واليومين دول المدرسين بيعتقدوا ان سير العمل فيهم ما بيبقاش او وتيره العمل فيهم ما بتبقاش متزايده جدا. بيبقى الطلبه عايزين يروحوا فصولهم ويعرفوا هم فين او في فصول كام ياخدوا الكتب، لكن العمل الدراسي بيبقى بعض الشيء مش منتظم خلال اول وتاني يوم. فبالتالي المعلمين عايزين يستغلوا هذا عدم الانتظام خلال اول يوم من الدراسه بانهم يضغطوا على الدوله عشان او على الحكومه علشان تحقق لهم مطالبهم اللي هي مطالب ماليه وفي بعضها غير مالي. يعني مثلا في مطالب المعلمين ان يتم تجريم الدروس الخصوصيه بعد اقرار مرتبات جيده تكفل للمعلمين الاستغناء عن الدروس. طيب انا معايا تليفون تاني، معايا مدرس استاذ عمر مرسي، المدرس باداره السيده زينب التعليميه. اهلا بيك يا استاذ عمر. الو اتفضل يا استاذ عمر، بس يا ريت الصوت يعلى برضه. ايوه اتفضل يا استاذ. هو دلوقتي حضرتك احنا داخلين الاضراب من سمع. اجل مجموعه من المطالب العادله. هذه المطالب قوبلت من الوزاره بالتجاهل او التسويف او المماطله. واعتقد ان احنا مش هنقف عن اضرابنا الا لو في كلام محدد. هذا الكلام يبقى في اطار جدول زمني ممكن اولا يتم فيه الموافقه على مشروعيه مطالبنا، نمره 1. نمره 2 انه يتم في جدوله زمنيه تنفيذ هذه المطالب خلال مرحله زمنيه محدده.
وبناء على ذلك ممكن احنا في مفاوضه ان احنا نوافق على ان احنا نتراجع او استاذ عمر معلش انا اسف، يعني حضرتك لو برضو توضح لي يعني بشكل سريع ابرز المطالب بتاعه المدرسين، بخلاف لانه معروف جدا المطلب الرئيسي بتاع زياده المرتبات والدخل بشكل عام. ايه هي ابرز المطالب الاخرى؟ على سبيل المثال الفصل بين اتفضل سامعينك. الفصل بين موضوع حافز الإثابة وبين موضوع الكادر، اللي هو الكادر ده مقابل عمل، واخد بال حضرتك، ومكافأة الامتحانات دي مقابل عمل، مش مسألة يعني مش مسألة تحفيزية، واخد بال حضرتك. فالفصل بين هذه الحزمة من الأشياء نمرة واحد. نمرة اتنين، واخد بال حضرتك، تعيين كافة المعلمين اللي بيعملوا بعقود مؤقتة، واخد بال حضرتك، لأن لسه في عدد كبير من المعلمين اللي بيعملوا بالحصة واللي بيعملوا بعقود مؤقتة، فده تثبتهم. ايضا بالنسبة للعاملين بالمدارس الخاصة، المدرسين عاملين مدارس خاصة بيواجهوا عقود عمل اقرب لعقود العبودية، يعني عقود مجحفة، يعني بيمضوهم على استمارة 6 اللي هي بتاعة الفصل اثناء ما بيتعاقدوا معاهم. حضرتك حضرتك طبعا عارف يعني ايه حكاية الاستمارة 6 دي. طبعا انا فاهم. استاذ عمر استاذ عمر، من ضمن المطالب اللي وردت واتكتبت واذيعت يعني انه انتوا المعلمين يطالبون باقالة وزير التربية والتعليم طبعا، لان الوزير للاسف الشديد ايوه لازم يمشي. الوزير للاسف الشديد بيردد نفس الكلام البيروقراطي اللي بيرددوه مستشاريه، واخد بال حضرتك، اللي هو فيه نوع من انواع التسويف والمماطله والتحاجج بحجج غريبه جدا، منها مساله الميزانيه. وكلنا عارفين الميزانيه في مصر، الفلوس الاجور بتروح فين، يعني الحد الاقصى، المطلب بتاع الحد الادنى والحد الاقصى اللي هو كل العاملين باجر في مصر بيعانوا من هذا الظلم، واخد بال حضرتك. اذا المساله يعني مرتبطه بالمنظومه العامه في مصر، مش في وزاره التربيه والتعليم بس. طبعا. طب ليه بتطالبوا باقاله وزير التربيه والتعليم لوحده يعني؟ الوزير لوحده لان احنا ده الوزير اللي المفروض ان احنا بنواجهه، يعني هو خصمنا، يعني خصمنا هو وزير التربيه والتعليم، واخد بال حضرتك، المباشر، الخصم طيب. المباشر. انا معانا على في الاستوديو الاستاذ جمال العربي رئيس الاداره المركزيه للتعليم الثانوي، هنسمع رد منه على الكلام بتاع حضرتك وتعليقك. انا بشكرك جدا استاذ عمر مرسي، المدرس باداره السيده زينب التعليميه، شكرا. يعني بشكل جلي جدا واضح ذكر استاذ عمر انه المعلمين او المعلمون يرون في وزارة التربية والتعليم وفي وزير التربية والتعليم خصما. يعني أنا أرى أنه ده فكرة خاطئة ونظرة خاطئة تماما، لأن يمكن القريبين من الكواليس يعلمون جيدا كيف أن وزير التربية والتعليم والاستاف الذي يعمل معه يدافع تماما عن حقوق ومطالب المعلمين، بل ويتبناها. بل أن الوزير لما قعد معهم لما جم الوزارة قال لهم انا بايدكم ان انتم لكم حق قانوني تستطيعوا الحصول عليه، اذا لم يستطيعوا عن طريق مجلس الوزراء تستطيعوا الحصول عليه بالقضاء. لان انا ما حدش يقدر يقول المعلم ما تطالبش بحقك، لكن انا بقول الاسلوب المطالبه بس، ان احنا اذا كنا معلمين واصحاب رساله والرساله لا يحملها الا الرسل، فاحنا لا يليق بنا ان احنا نتوقف عن العمل وهناك مدرسه مفتوحه وهناك طالب في المدرسه. لا يليق بالمعلمين فقط. انا يعني اناشد هذا في المعلمين، عايز استثير ده فيهم، لان انا فعلا كصاحب رساله او بمهنه عمل فيها المولى سبحانه وتعالى ونسبها الى نفسه عندما قال علم ادم الاسماء كلها وعلم الانسان ما لم يعلم. لا يحق لنا ان نتوقف عن العمل لمجرد مطالب فئويه، ولكن انا بقول لهمش دعوا المطالب، بس دي مش اتركوها فئويه يا استاذ جمال. حقوق. لا ولا يعني حتى لو نحينا جانبا، يعني اسمح لي، لو نحينا جانبا مساله المطالب الماديه، فهناك ايضا مطالب اخرى مهمه جدا طالب بها المعلمين. ده انا هجاوب عليه. في ايد المسؤولين في الوزاره، في ايد الوزير وفي ايد المسؤولين، يعني نقول منها بعض الاشياء. انا هجاوب عليه لان طب هو مسائله تعرفها. اتفضل يا فندم. يعني المعلمين بيقولوا في البيان اللي طلعوه بيقولوا انه لما تلميذك يعمل لك محضر في الاسم وتتجرجر زي الحراميه علشان شكوى بالضرب والنقابه ما تسالش فيك، لا وكمان بيدوا لك جزء من الاداره واستبعاد ويحدفوك في مدارس نائيه، يبقى لازم اضراب. رددوا كمان داخل الهتافات في الوقفات الاحتجاجيه بتاعتهم
لهم ان المساله انه المعلم لابد ان تعود اليه كرامته مره اخرى، وانه لابد ان يتم التعامل معه زي ما الاستاذ جمال لسه كان بيقول من شويه، انه المعلم او المدرس يحمل رساله والرسل ايضا يحملون الرساله، فبالتالي هناك قاسم مشترك بين النبوه والتعليم يعني. ف يعني ايه مشكله بقى المشاكل القضايا دي المطالب دي؟ ليه لماذا لا تحقق؟ لماذا المعلمين شايفين انه ان هم منتقصين في هذه النقاط؟ يعني انا بس عايز اوضح حته ان عوده الكرامه للمعلم لا يمكن ان تصدر بقرار. يعني لا مجلس الوزراء ولا المجلس العسكري ولا وزاره التربيه والتعليم تستطيع ان تصدر قرار بعوده الكرامه للمعلم. المعلم يستطيع ان يحفر لنفسه ولو في الصخر اثبات ذاته واثبات كرامته وتحقيق شخصيته في وسط الناس. هذه عبء على المعلم، بالاضافه الى اعباء اخرى على وزاره التربيه والتعليم، انا بقولش لا، على الانظمه، على القوانين الحاكمه للبلد. اذا في منظومه كامله. نظره المجتمع للمعلم ربما اهينت في السنوات اللي فاتت بسبب تهافت الاسر على الدروس الخصوصيه وانخراط المعلم في هذا الموضوع. انا ما بقولش ان المعلم ما يستحقش اننا نرد له كرامته، ولكن عايز اقول عليه العبء الاكبر في اثبات ان له حق في استرداد كرامته. هو اللي لما بيتعفف ولما بيعتز بشخصيته بيستطيع ان يسترد هذه الكرامه. وانا بقول ان موضوع الكرامه دي برضه حضرتك بتلمح الى مساله الدروس الخصوصيه وكانه كل معلمين مصر بيدوا دروس خصوصيه. خليني بس اخد التليفون دوت ونرجع لحضرتك. معانا الاستاذ عامر العيسوي محاسب. اهلا بحضرتك يا استاذ عامر. الو استاذ عامر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. لو سمحت ممكن اشارك في البرنامج؟ اتفضل سامعينك، انت معنا على الهواء. اتفضل. حضرتك انا محاسب وزاره العدل. اهلا وسهلا. تمام. انا بتكلم على حكايه ان المعلمين بيقولوا مثلا الوظائف الاخرى بياخدوا مثلا مرتبات عاليه وبياخدوا حوافز اعلى والبنوك بتاخد كذا. وزي وزاره العدل كمان. ووزاره العدل. طب بس انا عاوز يعني ايه نحسبها بساعات العمل. طب احنا بنشتغل من الساعه 8 الصبح للساعه 3. احنا اغلب المدرسين انا من ارياف. نعم. من سوهاج ومن ارياف سوهاج وده على مستوى الجمهوريه حضرتك. اهلا بيك. اتفضل. المدرس بيروح على الحصه بتاعته، يعني بيروح ساعه زمن في اليوم، وعنده اربع اشهر اجازه بتوع الصيف، وعنده نص السنه اجازه. وقصه الكادر دي حضرتك اللي عملها الرئيس حسني مبارك دي يعني غير عادله اجتماعيا. طب ليه ما يبقاش مثلا كل الوزارات كوادر؟ طب انت هتعمل اضراب، اما اعمل انا اضراب مثلا. ما انت كلنا عاوزين نحسن مستوى. ما هم يعني شايفين ان هم اقل من يعني وظائف كتيره جدا في المجتمع. لا حضرتك، طب هم بياخدوا كادر وبياخدوا مكافأة امتحانات وبياخدوا مرتبات حوافز، ده كله مش محسوب. وبجانب ذلك في حقيقة محدش يقدر ينكرها حضرتك، ان هم بيدوا دروس خصوصية، يعني عنده دخل تاني. وفي منهم ما بيدوش. عملوا جنب مثلا ايه مكان سكنه. يعني اغلب المدرسين عملهم جنب مكان سكنهم حضرتك. بشكرك جدا يا استاذ عامر، ووجهة نظر تحترم ايضا. استاذ عامر العيسوي احد المحاسبين، يعمل محاسب بوزارة العدل. خليني بس اخد من الاستاذ حاتم رد على رؤيته في مشروعية المطالب اللي بيطالب بيها المعلمين. هو الحقيقة عشان لو بصينا للوضع القائم حاليا هنجد ان الظاهر ان المعلمين والوزارة خصم. يعني المعلمين يعتقدون ان الوزارة خصم، وزارة التربية والتعليم مسؤوليها يعتقدون انهم مع المعلمين في خندق واحد. نقدر نقول في مواجهة ميزانية او حكومة مش لم تلبي مطالب المعلمين. الحالة دي محتاجة ان يبقى في مزيد من التواصل ما بين المعلمين ووزارة التربية والتعليم. محتاجة مزيد من الإعلان عن الخطوات اللي بتتخذها وزارة التربية والتعليم لجلب حقوق المعلمين. ده مش قائم حاليا بشكل كافي. يعني كان في لقاء ما بين عدد من مستشاري وزير التربية والتعليم وعدد من المعلمين يوم السبت الماضي داخل مجلس الوزراء، لكن وزارة التربية والتعليم مثلا لو بصينا لم تعلن عن تفاصيل اللقاء، وتركت الباب مفتوح امام
اي وسيله اعلام ان هي تقول ده حصل كذا داخل اللقاء، ده المستشارين اتفقوا على كذا او ما اتفقوش على كذا. الحادث ده له دلاله معينه. كان من المفترض على وزاره التربيه والتعليم انها تعلن عن تفاصيل لقاء مساعدي وزير التربيه والتعليم مع المعلمين، تعلن عنه تاني يوم في وسائل الاعلام او في نفس اليوم، بحيث ان المعلمين يبقوا كلهم عارفين ايه اللي بيحصل. لكن ده ما تمش. انت شايف يعني يا استاذ حاتم انه في مشكله تواصل ما بين في مشكله تواصل وما بين المعلمين، وزاره التربيه والتعليم وما بين المعلمين، ودي بتتضح في كذا موضوع. بتوافق استاذ جمال استاذ حاتم على الكلام ده؟ انا موافق ان فعلا التواصل بين الوزاره والمعلمين ليس على الشكل الذي يجب ان يكون. دي نمره واحد بقى. ما انا يعني برضو هكمل كمان. انجازات الوزاره التي تمت في الفتره من شهر مارس لحد دلوقتي لا يعلم عنها كثير من المدرسين شيء، لدرجه ان معظم المطالب اللي قالها الاخ اللي كان بيتكلم من شويه تقريبا تحققت في الوزاره، وربما هو لا يدري انها تحققت. يعني ما هو بص يا استاذ جمال، معلش انا اسف برضه، يعني كانت الحكومه السابقه يعني كل كلامهم هدفنا المواطن البسيط، هدفنا محدود الدخل. وبعدين تسمع بقى تصريحات النمو، نسبه النمو مش عارف 12%، وانه في نسبه السياحه بقت زادت كام في المية ومش عارف ايه وايه وايه. وبعدين الراجل في الشارع في الاخر مش عارف، مش حاسس بحاجه. يعني هو بيسمع ان هو بقى اغنى واحد في الدنيا ويمد ايده في جيبه ما يلاقيش حاجه. يعني مش ممكن تقنع واحد جعان ان هو شبعان يعني. لا بس ما تقارنش دي باللي بيحصل دلوقتي، لان ما تحقق. حضرتك بتقول لي ان هو تحقق والناس مش عارفين ازاي. هو لو تحقق هيبقى عارف لسبب. ما انا هقول لحضرتك. يعني مثلا تم تعيين 130,000 معلم في الفتره الاخيره، اتنقلوا من وظيفه معلم مساعد الى معلم، والنهارده المطالبات بيقول لك تعيين المعلمين المساعدين الى معلمين. طب ما انت عندك 130,000، اما تكون وزاره في خلال 3-4 اشهر عينت 130,000 معلم، ده عدد مش سهل. اما يكون ثبتت 75,000 متعاقد بالاجر او ما يقرب من ذلك، متعاقد كان بيشتغل بالاجر المتدني اللي قال عليه الاخ في الكلام بتاعه، بالاجر المتدني عشان تثبيته على درجه وظيفيه او اديله عقد مستديم. يا استاذ جمال، فده جهد يا استاذ جمال. معلش انا عارف الكلام ده. ايوه فندم. المدارس ما فيهاش مدرسين. روح مدارس البحيره ما فيهاش مدرسين، ما بيلاقوش مدرسين يدخلوا الفصول. الكلام في عدد قليل، في فعلا ندره في للاسف الكلام ده في الاخر بتجيب خريج التربيه او اداب او غيرها من الكليات، بتديله في الحصه 75 قرش 85 قرش. لا الكلام ده مش مظبوط. ده مش حقيقي. لا ما تقوليش مش مظبوط. لا مش مظبوط. انا باكد لك انه مش مظبوط. اقل ثمن للحصه دلوقتي 2 جنيه و3 جنيه. بقى 2 جنيه دلوقتي يا سيدي. معلش انت بتكلمني على 75 وانا بقول 2 جنيه. يعني انا بكلمك على 3 اضعاف. بياخد كام حصه في الاسبوع؟ 18 حصه. بياخد 18 حصه، جدوله ما يشيلش اكتر من 18 انا ما اقريتش حضرتك ان المدارس فاضيه وان في بالشكل اللي حضرتك بتتكلم عليه ده. انا بقول لك انت برد على كلمه 75 قرش. انما اللي انا عايز اقوله انا ما عنديش فصول فاضيه بالشكل ده. حوالي 35 36 جنيه 40 جنيه في الاسبوع، يعني في الشهر كله 160 جنيه، وبيبقى يعني كده عمل الجدول الكامل بتاع المدرس اللي هو ممكن يروح يشتغل من اول حصه لسادس حصه مثلا. خلينا معانا بس تليفون وارجع لحضرتك تاني. استاذ حسن حسين وهو مدرس يقول لنا وجهه نظره في المساله. استاذ حسن اهلا بيك. الو اتفضل يا استاذ حسن. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. اهلا بحضرتك واهلا بضيوفك الكرام. اهلا بيك. اتفضل. اهلا بحضرتك. دلوقتي انت حضرتك اللي هم اللي بيقولوا اضراب ومش اضراب والكلام من ده، لا العيب عيب انظمه. عيب انظمه عامله وزاره مدرس في شمال الجيزه. ليه لما اخذ الانظمه عامله اسمها وزاره خدمات ووزاره انتاج؟ هذه الفروق بيبصوا لبعض. عشان كده ان انت عامل النظام عندك خطا. وزاره انتاج ووزاره خدمات. وزاره الانتاج بتنتج لمين؟ ما بتنتج لنا. وانا اللي بستهلك الخدمات بستهلك انتاجهم. يعني زي ما كان وزاره البترول مثلا، وزاره البترول ايام الوزير الاسبق يقول يعمل الصحه تعبانه. ليه وزاره التربيه والتعليم؟ ليه الثقافه؟ كل دول لان في فرق. في فرق ما بين وزاره الانتاج والخدمات. سؤال جوهري ورؤيه منطقيه جدا. انما لازم يتحط من الكادر للكل. يعني كان بيعتبر كل وزير الدخل اللي بيدخل بتاع البترول بتاعه بيوزعه على قديم. مظبوط. استاذ حسن شركاته. بشكرك جدا وارجوك تتابعنا. استاذ حسن بشكرك، وحط ايده على نقطه مفصليه في الحوار بشكل عام. يعني المدرس دوت لما بيطلع معاش بياخد قد ايه؟ 15,000. العامل الامي بياخد 85,000 في الكهرباء. ليه؟
شكرا استاذ حسن. عفوا. تحت امرك. السلام عليكم. بشكرك. بشكر استاذ حسن حسين المدرس، وحط ايده على نقطه مفصليه يا استاذ جمال. استاذ حاتم برضو يدينا رايه في المساله، ان هو التقسيمه نفسها الهيكله الاداريه بشكل عام للدوله مش منضبطه. يعني مجموعه وزارات يطلق عليها باسم او مسمى وزارات خدميه، ومجموعه اخرى وزارات منتجه او انتاجيه، يعني بترول، القطاع، البنوك، السياحه، كذا كذا، اكتر من وزاره كده. دي منتجه، وكانه يعني البترول بتاع اللي بيشتغلوا في الوزاره دي مش بتاع البلد كلها، وبقيه الوزارات الخدميه ما بياخدوش حاجه. ما هو ده بقى يرد برضو بعد اذنك على سؤالك اللي انت بتسالني، بتقول لي الحصه بكام والاجر المعلم اصبح كام. ما انا بتحرك في اطار ميزانيه حددتها لي الدوله، وبتحرك في اطار لوائح وقوانين منظمه ومنظمه للعمل. فانا النهارده هل ان انا في يوم وليله كده حملك من الامكانات ان انا ارفع ثمن الحصه اللي سيادتك بتتكلم عليها اللي كانت 75 وبقت دلوقتي 2 جنيه او 3 جنيه في بعض القطاعات؟ هل املك دلوقتي ان انا انقلها الى 10 جنيهات؟ هل انا عندي الميزانيه اللي تسمح بكده؟ بتطالب بتمويل من الحكومه، ومن يقول ان الوزاره لا تطالب بهذا التمويل من زمن بعيد؟ ما بيتحققش طبعا. انت مرتبط بميزانيه الدوله. انا كوزير بقدم استقالتي وامشي، مش عارف اجيب حقوق الناس اللي انا رئيسهم، بسيب استقالتي على المكتب وامشي ببساطه. يعني انت حضرتك متصور ان ده مجرد ان انا طالب بان انا ارفع من 3 جنيه الى 10 جنيه للمعلم هو ده الحق اللي مطلوب؟ مش ده لوحده، مش ده المطلب الوحيد. ده في غيره وغيره وغيره. يبقى هيمشي الوزير الاولاني علشان السبب ده، وهيمشي الوزير الثاني عشان تعيين المعلمين، وهيمشي الوزير الثالث علشان ال 200 يوم، وهيمشي الوزير الرابع عشان ال 7% يتنقلوا ل 15%. حتى لو 100 وزير. يبقى اذا حضرتك، ما هو انت قدامك منظومه كامله. هو لسه الاستاذ بيتكلم عن منظومه كامله. هذه المنظومه بتقول ان في وزاره خدمات وفي وزاره انتاج. وزاره الخدمات في كل الجمهوريه سواء كانت وزاره التربيه والتعليم او غيرها من وزارات الخدمات مهضوم حقها تماما. فاحنا بنتكلم في هذا، انا بتكلم في اطار ميزانيات عندي بادرها بالقدر اللي انا اقدر استفيد بيها واشغل موظفين. طيب هل ازمه المعلمين مرتبطه بشكل مطلق بكل المشاكل بتاعه البلد، بالهيكله الخاطئه، بالتقسيمه الاداريه اللي مش منضبطه، ب يعني العوز اللي في مصر بشكل عام دلوقتي، والدخل القليل بالنسبه بسبب تعطل حركه السياحه، بسبب العكوسات اللي حاصله في الاقتصاد بشكل عام في مصر، ولا لا؟ هسمع رد من الاستاذ حاتم، بس بعد ما ناخد التليفون. معانا استاذ شعبان عويضه مدير مدرسه بمنشيه القناطر. اهلا بيك يا استاذ شعبان. استاذ شعبان اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. والله احب بس ادخل معاكم في الحوار اللي ماشي ده. سامعينك او انت على الهوا معانا. بالنسبه للاستاذ اللي اتصل قبل كده بيقول ان المدرس بيشتغل ساعتين وبيروح على الحصه. الكلام ده غير صحيح، لان انا مدير مدرسه وعارف كل حاجه. مظبوط. المدرس بيروح من الساعه 7:30 بيقعد للساعه 2:30. والمدرسه دلوقتي بقت يوم كامل، ما بقاش فترتين زي الاول، فترتين اتلغت. المدرسه بقت فتره بس واحده. يعني يا استاذ شعبان، يا استاذ شعبان، بيروح يعمل ايه اذا كان الطلبه ما بيروحوش المدارس اصلا؟ ايه؟ بيروح يعمل ايه في المدرسه اذا كان التلاميذ ما بيروحوش؟ ازاي التلاميذ ما بيروحوش المدرسه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ يعني حسب معلوماتي وفي محيط الاسره عندي، مثلا بشوف عندنا تلامذه في ثانيه ثانوي وفي اولى ثانوي وفي حاجات كده، ما حدش فيهم بيروح المدرسه اصلا. لا دلوقتي ما فيش حاجه اسمها التلاميذ ما بيروحوش المدرسه. مين اللي قال التلاميذ ما بيروحوش المدرسه؟ والله بنشوف. انا دلوقتي مدير مدرسه ابتدائي، انا بتكلم على يعني السنه اللي فاتت دي كان في ثوره، السنه اللي احنا فيها كان في ثوره وتعطلت الدراسه فتره طويله وكانت مدارس واقفه، ومع ذلك حركه الدراسه في البيوت وفي السنترز كانت شغاله. لا، ما احنا مش عايزين طبعا نعمم دي حاجه على غلط. طبعا خصوصيات. الظروف اللي بتحصل دي حاجه غلط. وقبلها كان انفلونزا الخنازير كمان. على الاخ اللي اتصل قبل كده وبيقول ان المدرس ما بيروحش الا على الحصه بتاعته، ده كلام غير صحيح. او ما بيروحش غير ساعه واحده. المدرس بيروح من الساعه 7:30 لغايه الساعه 2:30 يوم كامل. واليوم الكامل الاول كانوا بيدوا له حوافز على اليوم الكامل ده. وبعدين بيقول لك ان المدرس بياخد اجازه. المدرس ما بياخدش اجازه، اللي بياخد اجازه التلميذ. لان لو حد جه من الاداره ولقى المدرس في مش موجود في المدرسه بياخدوا غياب. طيب
استاذ مفيش شعبان حاجه اسمها المدرس بياخد اجازه، الاجازه للتلامذه بس. معروف سواء في نص السنه او في 3 شهور المدرس بيروح عشان في نشاط في المدرسه وفي بتبقى صيانه في المدرسه بيروح غصب عنه. مفهوم. بشكرك جدا استاذ شعبان. استاذ شعبان النقطه الثانيه قلنا بس دقيقه واحده. النقطه الثانيه بالنسبه للعقود، بالنسبه بتوع العقود، بالنسبه للعقود بيقولوا ان العقود بيتحولوا من عقود الى تعيين بدون امتحان كادر. الوزير قال الكلام ده، وفوجئنا بعد كده ان لازم الواحد عشان ياخد الكادر لازم يخش اختبار سواء كان قديم او جديد. ده طبعا نقطه غير صحيحه، لان ازاي واحد يشتغل دي واحد من الاعتراضات ويخش اختبار كادر. دي واحده من الاعتراضات اللي اللي المعلمين بيطالبوا بيها. بشكرك جدا استاذ شعبان عشان وقت البرنامج. الاختبار الكادر ده يعني برضه اهانه للمدرس. انا وصلت الرؤيه وبشكرك جدا على مداخلتك. استاذ شعبان عويضه مدرس ومدير مدرسه بمنشيه القناطر ذكر عده نقاط اضافيه من اللي بتعترض عليها طائفه المعلمين بشكل عام في مصر، والامتهان او الاهانه اللي هم حاسين بيها من خلال الامتحان الكادر ده. ان هو يعني ازاي بقى مدرس؟ يعني طب ليه ما بيجيبش بقى القضاة ووكلاء النيابة ويعمل لهم امتحانات علشان يرقيهم، ويجيبش ليه المهندسين عشان يعمل لهم يرقيهم وغيرهم من وهو وارد بالمناسبة كمان في البيان اللي هم مطلعينه. هذكره لكم بالنص بس بعد ما اسمع استاذ حاتم ورأيه في مسألة هل هناك ارتباط جذري ما بين مشكلة المعلمين وحركة التعليم بشكل عام في مصر وبين المشاكل الكلية للوطن المصري والمشاكل الاقتصادية الموجودة في البلد والهيكلة الإدارية الفاسدة. هناك ارتباط ما بين مشاكل المعلمين وما بين مشاكل الدولة بشكل عام. مثال على ذلك وزارة التربية والتعليم طلبت 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري علشان الأبنية التعليمية. نتيجة وجود عجز في الميزانية قررت الحكومة خفض القيمة إلى 1 مليار و700 مليون. ده مثال على ارتباط مشاكل التعليم بمشاكل الدولة بشكل عام. لكن أنا عايز أقول إن الدولة مطالبة بداية من العام المالي المقبل إن هي تزود ميزانية التعليم. خلاص ما بعدش ينفع الميزانية مع الزيادات المضطردة اللي كل سنة بتزيدها الميزانية. يعني كل خبراء التعليم أجمعوا على أن ميزانية التعليم في مصر لا تصلح لإدارة العملية التعليمية، وأن لابد من زيادة الموازنة بشكل يكفل تعليم أفضل. الحاجة الثانية على وزارة التربية والتعليم أن هي تبحث زيادة مواردها، عشان الأخ اللي كان قال إن وزارة التعليم وزارة ومش وزارة إنتاج، هي وزارة خدمات. هي بالفعل وزارة خدمات، بس أعتقد إن الوضع القائم يفرض على الوزارة إن هي تبحث زيادة مواردها. الموارد يعني مثلا لو قلنا مثلا الكتاب المدرسي ليه مثلا ما يستغلش لأنه كتاب له غلافين، إن يبقى مثلا مكان لجلب إعلانات فلوسها تروح للعملية التعليمية. يعني الكتاب ممكن يبقى فيه اعلانات، يعني طرح عده افكار وخطط لتنميه موارد الوزاره. طيب انا بسمع لان معايا التليفون منتظر بقاله فتره من السعوديه وبرحب بيه استاذ محمد عبد الرازق. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اتفضل يا استاذ محمد. انا بكلم حضرتك بالنسبه للتحيه ليك وتحيه للبرنامج والاساتذه اللي موجودين مع حضرتك. شكرا. اتفضل. بالنسبه للاستاذ اللي بيتكلم بيقول لك احنا عملنا في التربيه والتعليم وعملنا في التربيه والتعليم. انا بقول لك انا راجل بقالي 22 سنه مدرس. 22 سنه مدرس. قبل من قيمه 5 سنين كنت بقبض 275 جنيه الا 40 قرش. ويقول لك المدرس حسنا ومش حسن ايه في المدرس. ويقول لك المدرس احنا بنعمل وبنعمل. الوزاره اللي مبوظه التعليم. الوزاره من يوم ما منعت المدرس ومنعت الضرب، كل وزير يطلع بيتكلم يقول لك عاوز يتكلم اي جمله عشان يكسب عطف اولياء الامور. ممنوع الضرب. والمدرس بيضرب التلميذ ليه؟ بينه وبينه بس الدنيا كلها كده يا استاذ محمد. يعني الضرب يتعارض مع الاساليب العلميه السليمه في التربيه. سيبك من العلم وبتاع والكلام من ده اللي مودي مصر في داهيه. الشعب التلميذ لو ما خافش عمره ما هيذاكر. انت بتخش الفصل فيه 58 روح. 58 روح. اللي عنده 2 في البيت ولا 3 في البيت بيقول لك خلاص عيالي تعبين وبيضرب في عياله. 58 عيل عندك، قول يا راجل 20 بيئه قدامك.
وعندك ضغط، يجي لك الموجه عايز يشوف تعليم كراسات 58 تلميذ، يشوف كراساتهم تعليم. استاذ محمد انا بشكرك جدا علشان وقت البرنامج وفكرتك وصلت، ويعني استاذ جمال هاجي لك تاني استاذ حاتم، بس استاذ جمال لانه تعقيب سريع على اللي هو قاله استاذ محمد، هل الوزاره والمسؤولين المتعاقبين اللي تعاقبوا على وزاره التربيه والتعليم في مصر وهم بياخدوا القوانين بيسنوا القواعد داخل المدارس وداخل يعني المنظمه للحركه التعليميه بشكل عام، سمعوا للمدرسين؟ يعني الراجل بقى له 20 سنه وفي غيره عنده 30 وفي غيره عنده 15 كده، سمعوا وجهه نظر المدرسين وهم بيقولوا ممنوع كذا، نعمل كذا، ما نعملش كذا، نسوي كذا، يعني بتسمعوا؟ يعني انا عايز اقول المفترض ان نكون بنسمع، لكن انا في الفتره السابقه ما اعرفش ايه اللي كان بيتم، لان انا جديد على الوزاره ما اقدرش اقول ايه اللي كان بيتم قبل كده، لكن هو مفترض دائما ان المدرس له اليات لتوصيل صوته الى الوزاره، مفترض ان المدرس له قيادات بتستمع منه وتنقل الى من هي اعلى منها من القيادات، وهناك لقاءات دوريه بين مدير المدارس ومدرسينه والمدرسين والتوجيهات الفنيه، ثم هؤلاء الناس يلتقون بمدير الاداره، ومدير الادارات يلتقون بالسيد وكيل الوزاره، ووكيل الوزاره يلتقي بالوزير. ده لابد ان يكون فكر هؤلاء الناس ينقل. اكيد في كده حلقات مفقوده في النص يعني. لانه الكلام اللي قاله الاستاذ محمد بيردده الاف المدرسين انه منع الضرب الغير مبرح يعني ادى الى تجرؤ التلاميذ على المدرس، منع اعمال السنه، درجات اعمال السنه والغائها برضو ادى الى تجرؤ الطلبه وعدم اهتمامهم ولا اكتراسهم بمدرسينهم وغيرها من اشياء كثيره. هل كل الكلام ده اللي انا مش مسؤول عن التعليم سمعته، المسؤولين عن التعليم ما سمعوهوش؟ لا سمعوه، بس الاساليب التربويه الحديثه تدعو الى ما تقول. الراجل قال لك دي ودينا في ده. ما هو ده كلام مش منطقي طبعا، لكن انا في حته اقدر اكدها مع كلامه هو، ان انا كان يجب عندما امنع المعلم عن الضرب اعده بطريقه معينه للتعامل بالاساليب التربويه، لازم امده ولازم ادربه على كيفيه التعامل بالاساليب التربويه. تمده بالاساليب؟ نعم، مش تمده على رجليه زي ما بيحصل يعني. امده بالاساليب التربويه لتعينه على انه يستعيد عن الضرب باساليب اخرى جديده. للاسف احنا عندنا في مصر بننفق كثير جدا على عمليه التدريب، لكن انا بلاحظ الاتي، ان معظم المعلمين يستعلون على فكره التدريب، بمعنى انك عندما تجعل هناك برنامج مثلا للتدريب على اصول التربيه او على طرق التدريس، تجد المعلم جاي وكانه مساق اليه بالعصا والسكين، يكره هذا التدريب، ليعتقد انه ماذا سيقول المدرب، يعني انا اعرف احسن منه، في حين هو لما يجلس ممكن يستمع ويفهم ويناقش ويبقى ده مصلحه له. معظم المعلمين يستعلون على فكره التدريب، انا بقول معظم، وبرضه لما اقول معظم يبقى ما معممش، لكن انا عايز اقول برضه ان احنا كان لابد ان يعد المعلم بطريقه معينه، حتى ان انا لما اقول له ما تضربش يبقى عنده بدل الضرب وسائل اخرى، وكان لابد ان تعدل بعض القوانين عشان تشدد العقوبات وتغلظ العقوبات على طالب اخطا، يبقى اسرته على الاقل اللي تيجي تأدبه عندما تعلم ان هناك عقوبه ستوقع على الطالب. استاذ حاتم سالم الصحفي باليوم السابع، كنت بتتابع بشكل لحظي حركه الاضراب، حركه المظاهرات امام الوزاره والمطالبات المتعدده للمتظاهرين من المعلمين. شايف انه اهم بند بيلوحوا بيه وهو الاضراب، الى اي مدى انت حاسس ان هم جادين في مساله تنفيذ الاضراب؟ اسمع اجابه حضرتك بعد التليفون. معنا تليفون تاني، المهندس عاطف مرسي باحث بجامعه الازهر، اهلا بيك. السلام عليكم. اتفضل يا باشمهندس. هو حضرتك بس انا عايز اقول ان الثوره لما قامت على مبدأ العداله. تمام. سليم. فاحنا علشان النهارده تيجي حضرتك المدرسين يقولوا مثلا ان احنا عايزين 200%، طب ما تحسب المكافأة اللي المدرس بياخدها اخر السنه. ما هم عملوها له كده، يا باشمهندس، حسبوها له اصلا. نعم، هم حسبوها له يعني. حسبها له. لو حضرتك حسبتها صح هيطلع ناس عليها فلوس وناس لها فلوس. دي حاجه حضرتك. النقطه الثانيه، كرامه المعلم دي جت ازاي؟ كرامه المعلم دي جت ازاي؟ المعلم النهارده بقى يدي دروس خصوصيه وبقى يمد ايده للطالب. خلاص انتهت المشكله، طالما المدرس مد ايده للطالب المشكله انتهت.
طب ازاي انا اقضي على الموضوع ده؟ ده موضوع وزاره التربيه والتعليم. انا بشكرك جدا يا باشمهندس، مهندس عاطف مرسي، مهندس وباحث بجامعه الازهر. شكرا. اتفضل يا استاذ حاتم. عايز اقول ان المعلومات المتوفره حاليا عن مشكله المعلمين بتؤكد ان وزاره التربيه والتعليم استقرت بشكل مبدئي على ان الحل يكمن في تعديل قانون الكادر 155 لسنه 2007. والتعديل ده هيبقى بيتم بالتنسيق مع وزاره الماليه. لما نقول تعديل قانون يبقى لازم يبقى فيه برلمان. فتوقعاتنا ان ازمه المعلمين الماليه لن تحل من قبل، بس في مراسيم بتصدر يعني بتاخد قوه القانون دلوقتي، يعني في مراسيم كتيره بتطلع من المجلس الاعلى المسلحه. بس اعتقد ان تعديل قانون زي قانون الكادر محتاج مناقشه كبيره جدا، مش بس داخل وزاره الماليه ووزاره التربيه والتعليم، محتاج مناقشه داخل المدارس وداخل الوسط التعليمي. اعتقد ان الازمه لن تحل بشكل نهائي الا بعد انتخاب برلمان جديد. يا راجل ده قانون مجلس الشعب والشورى اللي بيحدد شكل الحياه السياسيه في مصر لزمن قادم، طلع بمرسوم من يعني هنقف عند تعديل قانون الكادر بتاع المعلمين يعني. بس قانون مجلس الشعب والشورى مختلف شويه عن قانون الكادر. مساله الكادر اعتقد ان الحكومه استقرت على انها هتعدل قانون الكادر بالفعل، يعني في استقرار شبه نهائي على تعديل قانون الكادر واضافه اموال للمعلمين من خلال زياده نسب بدل الاعتماد اللي هو المرحله الثانيه من الكادر. حتى الان ما تمش الاستقرار على النسب، لكن هتبقى في زياده تنقل المعلمين شويه عن ما بين 25 ل 75% برضه. لا، هتبقى زياده اكبر للنسب بدل الاعتماد لنسب الكادر نفسها. وده توجيه من مجلس الوزراء بعد المظاهرات اللي المعلمين قاموا بيها. في الوقت الحالي اعتقد ان الازمه ممكن تحل بشكل مؤقت الى حين تعديل قانون الكادر من خلال يعني ازاحه للازمه، ترحيل للازمه. هو الموضوع مش موضوع ازاحه قد ما موضوع ان لازم يدرس جيدا التعديلات بتاعه قانون الكادر. الحل المؤقت ممكن يتم من خلال توفير مخصصات ماليه غير عاديه لزياده حافز الاداء بحيث ان هو يزيد عن 25 و50 و75. هو في الحقيقه كان مطلوب 100 في الاول، 100% لجميع المعلمين، لكن الدوله رأت ان هي تعتمد 25%، 50%، 75. طيب. الحل المؤقت من خلال زياده هذه النسب، زياده الموارد فبالتالي النسبه تزيد الى حين تعديل قيمه الكادر. تمام، ده الحل. معنا التليفون الاستاذ خالد السيد، مدرس من القليوبيه. اهلا بك يا استاذ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. طبعا برحب بحضرتك وبرحب بالاستاذ جمال العربي، يعني طبعا الاستاذ جمال العربي كان رئيس مباشر لينا. وطبعا يعني من القيادات اللي يعني بصراحه مهما الواحد يتكلم يعني ربنا يبارك له. يعني طيب ترحيبك وصل وانا ممتنين لترحيب حضرتك، بس ارجوك على طول لان الوقت خلاص. حاضر. انا اسف معلش. لا ولا يهمك، اتفضل. بس انا اللي بيتحكم فيها الوقت، انا اللي بيتحكم فينا كلنا الوقت، معلش. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، انا مدرس بقالي 23 سنه. واخد بال حضرتك؟ مرتبي كام؟ يعني عشان خاطر بس كل حضرتك المهندس اللي اتكلم قبل مني بيقول ان الناس والمدرسين وبياخدوا الكلام ده كله. الوزير لما عمل نسب، انا بس عايزه وهو بيقول النسب يقول ان كام. يعني في النهايه النسبه اللي هو بيقول عليها ال 25% وال 50% وال 75%، ال 75% اللي بيقولها للمدرس المساعد اللي هي يعني الناس مفكره ان هي، عارف حضرتك هتوصل كام؟ 150 جنيه. ومرتب المعلم المساعد 413 جنيه. يعني كل اللي هياخده 560 جنيه مثلا. يعني 500 زي ما حضرتك قلت كده. يعني لا مش الافات ومش مبالغ. يعني شوف حضرتك، العامل عندي دلوقتي في المدرسه بقى مرتبه اعلى من المدرسين. اشكرك جدا يا استاذ خالد، بشكرك على هذه المداخله. استاذ خالد السيد بيوضح الصوره بشكل اكثر نقاء، يعني علشان الناس بتنخدع اما بتسمع النسب 75% و100% و200% والكلام كده، فبيتخيل ان هو النسب دي لما تنضرب فهتطلع رقم مهول وهيعدي الالافات يعني. ما اوضحته انا منذ قليل لما قلت لحضرتك لو تصورنا مرتبه 400 جنيه وبياخد 300% هياخد 1200 جنيه زياده. خلينا حضرتك دلوقتي يا استاذ جمال العربي رئيس الاداره المركزيه للتعليم الثانوي، وحضرتك على الهوا معانا على شاشه القناه الثقافيه، تقول لي
للمدرسين اللي بيتابعونا، واعتقد ان في نسبه كبيره منهم بتشوفنا دلوقتي، ايه اللي الوزاره عملته وهم ما يعرفوهوش علشان الازمه دي تتحل؟ اول حاجه انا سمعت في كلام المداخلات ان مطلوب تعيين المعلمين المساعدين، وهناك القرار الوزاري رقم 75 صدر، وفعلا تم تعيين اعداد كبيره جدا في المحافظات، ولكن ما عندكش ارقام؟ لا، عندي 75,000 تعيين. 75,000 تعيين. فدول تم تعيينهم. ايه تاني؟ والمحافظات هي طبعا بتدبر النواحي الميزانيه. كل اللي كانوا عاملين في وزاره التربيه والتعليم. معلش انا اسف، ثواني في النقطه دي. 75,000 تم تعيينهم، والمحافظات بتدبر التمويل. المحافظات مالها ومال التمويل؟ التمويل من ميزانيه المحافظات، لانها كانت بنود شغالين عليها. يعني ما تعينوش، ده هم اتعمل لهم بدل عقد مؤقت بعقد شامل مثلا. لا بقى عقد ثابت. عقد ثابت، تعاقد بين الوزاره وهم والمعلمين، بحيث انه بعد ما يستوفي الشروط يتثبت على وظيفه معلم على طول. طيب. وده اصبح بيقبض كده من موارد الدوله العاديه، يعني من الباب الاول يعني. فده تم ده في المحافظات، وتم حل المشكله ديت. معظم اللي كانوا شغالين وعلى راس العمل، المشكله ان تيجي تصدر قانون او تصدر قرار، تلاقي بيطلع له ديول اخرى. يعني مثلا يجي في ابواب خلفيه. لا، يجي واحد يقول لك مثلا طب انا كنت شغال من 3 سنين بس انقطعت. طب انا دلوقتي ساعه ما طلع القرار كان اللي على راس العمل تم تعيينهم جميعا، يقوم يجي لنا اللي مش على راس العمل. طب احنا دلوقتي كل ما هيجي دفعه جديده هتعينهم، هتجيب ميزانيات منين؟ فانت لازم تعمل حد لهذا الكلام. نمره 2، المعلمين المساعدين اللي كانوا متعاقدين فعلا معلم مساعد واجتاز الكادر، تم تعيين 130,000 في ال3 اشهر اللي فاتوا دول. 130,000. من تخلف عن دخول الكادر في الفترة اللي فاتت دخل منهم أعداد كبيرة جدا في الاختبار اللي اتعمل في 1/4 اللي فات. عايز أرد على حتة قالها الأستاذ اللي كان من منشية القناطر، اللي هو مدير مدرسة، اللي قال إن الامتحان مهين. برضو هذا الأمر، الامتحان ألغي. امتحان المعلمين للترقية ألغي تماما. ده كان بينص عليه في القانون 155، ده ألغي تماما. ولكن اللي بيحصل كالآتي دلوقتي: المعلم المساعد إذا أراد أن يدخل على الكادر، يتثبت على الكادر، فده بيتعمل له امتحان في الأول. هو الوحيد اللي بيتعمل له امتحان المعلم المساعد ليتم تثبيته على وظيفة معلم. حضرتك قلت لي، أنا آسف إنه الوقت خلص مننا، بس يعني في نص دقيقة أخيرة يعني، بس تعليق بسيط مني برضو. اتفضل. حضرتك قلت لي لسه حالا الاختبار ده ألغي، ده كان منصوص عليه في القانون 155. إذا أنتوا تقدروا تتحركوا في القوانين أهو، ليه بقى ما بتعملوش قوانين تانية علشان تعدلوا الحال بتاع الناس؟ لا، هو عشان البند يسمح انك انت تلغيه، لانك انت بتقول بطريقه تجيزها الاكاديميه. فاحنا قلنا يتم تدريبه واجتيازه التدريب يحل محل الاختبار. فاذا ما بيمتحنش غير المعلم المساعد اللي هيتثبت على وظيفه معلم. مفهوم. وبعدين الغيت كل الترقيات، ما بقاش فيه تدريب دلوقتي للمعلمين. الامتحان تغيرت صورته من الصوره التقليديه بالورقه والقلم الى صوره امتحان الكمبيوترايز زي ما حضرتك قلت، كامتحان الICDL. يبقى دي كانت صوره جديده للمعلم عشان يمتحن بشكل فيه تعيد اليه كرامته، اللي هم بيقولوا ان احنا ازاي امتحن وحاجات زي كده، وفقط هو المعلم المساعد زي ما قلت اللي بيمتحن. استاذ حاتم، اخيرا اخر جمله عايز تقولها في الحوار. عايز اقول ان وزاره التربيه والتعليم مطالبه خلال الفتره القادمه بان هي ترفع من نسب تواصلها مع المعلمين علشان يحسوا ان هي شغاله لصالحهم. عايز اقول كمان ان المعلمين لو قرروا يضربوا عن العمل خلال اول يومين من الدراسه، فده مش هيستمر كتير، لان هم عارفين ان مصلحه الطلبه بتقتضي استئناف العمليه التعليميه، وده هيبقى خلال اول يومين فقط من الدراسه، اللي هو السبت والاحد المقبلين. انا شخصيا بتمنى انه ما يحصلش الكلام ده، ما يحصلش اضراب يعني مش كده وخلاص، لا ما يحصلش، لانه المطالب هتتحقق، فيبقى بالتالي الاضراب ما لوش لازمه. بتمنى ان مطالب كل العاملين بوزاره التربيه والتعليم ان تتحقق، لانه احنا بنتكلم كتير عن المعلمين من اول حلقه لاخرها، ونسينا تماما نتكلم عن الاخصائيين الاجتماعيين واخصائي المكتبه والمدرس التكنولوجيا او الاخصائي بتاع التكنولوجيا والاداريين الكتير الموجودين يعني في فئات ايضا كثيره مهمشه داخل حقل وزاره التربيه والتعليم، برضو ما حدش بيتكلم عنها كتير. اتمنى ان كل دول ياخدوا اللي هم عايزينه
في حدود المتاح، في حدود المنطق، في حدود العقل، بشكل محترم، مش بالشكل العصبي اللي بيؤدي الى يعني فوضى وتخريب. اتمنى انه ده يتم، واتمنى انه ايضا العمليه التعليميه تسير في مسارها السليم، لانه بلا تعليم بالتاكيد لا توجد دوله. بشكركم. نوضح بشكر ان الاخصائي يعامل معامله المعلم. بشكر استاذ جمال العربي رئيس الاداره المركزيه للتعليم الثانوي. شكرا استاذ جمال، نورتنا. شكرا بيك. وبشكر ايضا الاستاذ حاتم سالم الصحفي باليوم السابع والمتخصص في شؤون العمليه التعليميه. بشكرك يا استاذ حاتم، نورتنا. بشكركم كمان مشاهدينا الكرام. حلقتنا انتهت، حلقات اسبوعنا كمان انتهت. الاسبوع الجاي اشوفكم مره ثانيه دائما معاكم على الهواء من 10 ل 11 بالليل كل يوم من السبت للثلاث في شارع الكلام، وقضايا جديده متجدده دائما معكم على شاشه النيل الثقافيه. تحياتي ليكم، تصبحوا على خير.